دكتور، أنا عملت العملية امبارح وعايزة أعرف إمتى أقدر أستخدم السكر. ده سؤال مهم جدا لأن في مرضى بيكونوا مستعجلين إن هم ياخدوا سكريات بعد العملية مباشرة. فاحنا بننصح دايما إن احنا بعد العملية ما يكونش فيه سكريات صريحة، لأن ده بيعرضنا لحاجة اسمها متلازمة الإغراق أو الدامبنج. طب يعني إيه الدامبنج؟ أول حاجة لو كلنا سكريات بكمية كبيرة بعد العملية ده بيعلي من مستوى الأنسولين، فيبدأ الأنسولين يعمل انخفاض في مستوى السكر، فيجي للعيان متلازمة الإغراق اللي هي عبارة عن عرق شديد، هبوط، دوخة، يكون ضغطه قليل بعد العملية. فاحنا بننصح خلال أول 6 شهور بعد العملية إن احنا نعتمد على المصادر الطبيعية للسكر زي الفاكهة، أو ممكن نستخدم السكر الدايت. وبعد 6 شهور ممكن نستخدم معلقة أو معلقتين سكر أبيض في اليوم، مفيش مشكلة. بعد ما بنوصل للوزن المثالي بيكون تناول الحلويات على حسب نوع العملية اللي احنا عاملينها، ده بيختلف من عملية التكميم لعملية الساسي لعملية تحويل المسار. شكرا جزيلا لحضراتكم.